الاجتماع السنوي إلى باجتماعنا ندعو جميع المشاركين. شريكنا يا ريان. الوضع السياسي كمان احنا هاي السنة جمعنا كل التقارير في تقرير واحد. راح نقرا التقرير هو تقرير شامل. بعد قراءة التقارير راح يكون في مناقشة الإدارة والأرضيين. بعدين أهم التحديات والصعوبات والمقترحات. بعدين البرنامج والخطة السنوية. الحرب العالمية الثالثة والتي بدأت تكثر ملامحها من خلال الحروب والنزاعات في شمال العالم، وقد دخلت مرحلة جديدة خلال عام 2022 من خلال هجوم روسيا على أوكرانيا والحرب الدائرة على الأرض الأوكرانية والسورية اليوم في هذه المناطق ومحاولاتها المستمرة لإحياء داعش من جديد. فكان هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة في حسكة واستهداف مخيم الهول. كانت محاولات تركية لإحياء داعش وضرب أمن واستقرار المنطقة. صارت المنطقة تكون تقرباتها بالنسبة لنا. والوضع السوري عامة تحاول الحفاظ على العلاقات مع تركيا حليفتها في الناتو ولموقعها الجيوسياسي وخاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. أما الموقف الروسي الداعم للنظام ودعمه له للبقاء حتى الآن ضد التواجد الأمريكي في سوريا والذي يعتبر نفسه شرعيا، كون النظام السوري دعاه إلى سوريا ويحاول الاستفادة سياسيا واقتصاديا من تواجده وما تم تقديمه للنظام، ويحاول إعادة النظام ومؤسساته إلى مناطق شمال وشرق سوريا من خلال استغلال التهديدات التركية على مناطقنا وعلاقته مع حاجته إلى تركيا، ومحاولة إعادة العلاقات بين النظام السوري والتركي ومحاولاته مع الإدارة بتقديم التنازلات أمام النظام. إلا أن الأزمة التي تعرض لها سياسيا واقتصاديا وعسكريا في حربها مع أوكرانيا وراح تشهد وطئتها كمان من 2023. كان في محاولات من قبل الخليج ولا زالت مستمرة، وخاصة الإمارات بتطبيع مع النظام. فشلت هاي المحاولات السنة الماضية، وهاي السنة كمان راح تضل تفشل، لأنه في معارضة أمريكية بشكل عام للتطبيع مع النظام. وهذا الشيء نحن لازم كإدارة ذاتية نقدر نستغله في تقوية مشاريعنا بشكل عام، في تقوية المشروع حوكمة الإدارة الذاتية. شقد ما تكون قوية شقد ما يكون مشروع سياسي مقنع بالفترة المقبلة، وهذا يقع على عاتقنا نحن كإدارة ذاتية. التي أبداها أبناء شعبنا بجميع مكوناته في مواجهة كافة التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وعلى جميع الأصعدة. فاستمرار الأزمة السورية ولما لها من تداعيات على الحالة العامة لمناطقنا في سنتها 11 دون حلول كان له تأثير كبير على حالة عدم الاستقرار التام والوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للشعب. إن التهديدات المستمرة واستهداف مناطقنا من الاحتلال التركي ومرتزقته واستمرار قطع المياه والعمل المستمر من قبل كافة الجهات المعادية لضرب الأمن والاستقرار وخلق الفتنة وانهيار الليرة السورية أمام الدولار والجفاف والحصار مما زاد من الصعوبات والتحديات وكان له تأثير كبير على الحياة اليومية، والتي استهدفت شعبنا المقاوم من أجل ترك أرضه ودفعه للهجرة. فاستمرار الأزمة السورية ولما لها من تداعيات على الحالة العامة لمناطقنا في سنتها 11 دون حلول كان له تأثير كبير على حالة عدم الاستقرار التام والوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للشعب. إن التهديدات المستمرة واستهداف مناطقنا من الاحتلال التركي ومرتزقته واستمرار قطع المياه والعمل المستمر من قبل كافة الجهات المعادية لضرب الأمن والاستقرار وخلق الفتنة وانهيار الليرة السورية أمام الدولار والجفاف والحصار مما زاد من الصعوبات والتحديات وكان له تأثير كبير على الحياة اليومية، والتي استهدفت شعبنا المقاوم من أجل ترك أرضه ودفعه للهجرة. وشهدت موجات من الهجرة وخاصة الفئة الشابة وكذلك استهداف البنية التحتية من قبل الاحتلال التركي
لتكون الإدارة عاجزة عن تأمين الخدمات اللازمة. إلا أن شعبنا وبتجليه بروح حرب الشعب الثورية ومقاومته والتفافه حول الإدارة وقواته العسكرية والأمنية كان جوابا لكل المتربصين بقوة هذا الشعب والإدارة. وأحداث سجن الحسكة والهجمات الأخيرة للاحتلال التركي بطيرانه والمسير كان إثباتا على صمود الشعب، حيث أثبت مدى امتلاك هذا الشعب بمكوناته للقوة والإرادة المنبثقة عن تنظيمه. إن مقاومة أبناء شعبنا المهجرين في مخيمات النزوح الشهباء وسريكانيا والقرى التي تتعرض بشكل يومي للقصف لهذا الصمود والمقاومة تضعنا كإدارة أمام مسؤوليات كبيرة لنكون لائقين بهذه التضحيات والمقاومة لتجاوز جميع السلبيات ولتكثيف العمل لتأمين احتياجات الشعب وخدماته والتقليل من الروتين والبيروقراطية التي تشكل عبئا على المواطنين والإدارة الجيدة للموارد المتوفرة. إلا أنهم ما زالوا متمسكين بضرورة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة، وما زال مستمرا باستهداف